واش عمرك سمعتي بواحد المرض كيبدا في الدم وكيقدر يضرب الجسم كامل؟ مرض سميتو اللوكيميا أو سرطان الدم. بزاف ديال الناس كيخافوا من هذا الاسم، ولكن شنو هي بالضبط؟ واش كتجي غير الكبار؟ واش كتداوى؟ واليوم غادي نفهموها بطريقة بسيطة وواضحة. فالطبيعي الجسم ديالنا كيصنع خلايا الدم داخل العظام في واحد المادة سميتها نخاع العظم. كاين كريات حمراء كينقلوا الأكسجين، كريات بيضاء كيدافعوا على الجسم، صفائح دموية كيساعدوا في الوقف ديال النزيف. ولكن في اللوكيميا كيوقع خلل، النخاع كيولي يصنع خلايا بيضاء خايبة ومريضة بزاف، وهاد الخلايا ما كتخدمش مزيان وكتبدا تحتل البلاصة ديال الخلايا السليمة. من الأعراض اللي ممكن يبانوا: تعب شديد، دوخة وشحوب، سخانة متكررة، نزيف في اللثة، كدمات كتخرج بسهولة، ألم في العظام، تعرق في الليل، نقص في الوزن بلا سبب. والمشكل بزاف ديال هاد الأعراض كيحسبها الناس غير تعب عادي. اللوكيميا ممكن تجي لأي واحد، للأطفال، للشباب وحتى الكبار. كاين أنواع كتيرة: لوكيميا حادة، لوكيميا مزمنة. بعض الأنواع كتطور بسرعة وأنواع أخرى ببطء. كيفاش كيتشخص المرض؟ طبيب كيطلب تحليل الدم وأحيانا أخذ عينة من نخاع العظم باش يعرف نوع اللوكيميا بالضبط، حيث كل نوع عنده علاج مختلف. العلاج ممكن يشمل أدوية خاصة، العلاج الكيماوي، العلاج الموجه، العلاج المناعي، وأحيانا زراعة نخاع العظم. واليوم الطب تطور بزاف وكاين ناس كتيرة تعالجوا ورجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. المريض ما كيحتاج غير الدواء، كيحتاج دعم نفسي، تشجيع وأمل. الكلمة الزوينة كتعاون بزاف في العلاج. اللوكيميا ماشي نهاية الحياة. الكشف المبكر والعلاج المناسب كيصنعوا فرق كبير. إلا بغيتي تعرف أكثر على أمراض السرطان والعلاجات الحديثة، دير لايك وسبسكرايب وخلي لنا تعليق واش بغيتي فيديوهات أخرى على أمراض الدم.